خلينا بقى نتكلم بسرعة عن الأكريتين. والأكريتين هو مادة التريتينوين، واللي هو برضو مشتق من مشتقات فيتامين اي، وده واحد من أحلى الحاجات اللي موجودة في الحياة للبشرة، بس طبعا لو استخدمتيه صح. في الأول لو ما استخدمتيش أكريتين قبل كده لازم تجيبي تركيز ربع مش نص. هقولك بنستخدمه ازاي، وبعد كده هقولك السحر اللي بيعمله للبشرة. في الأول لازم تغسلي وشك بالغسول المناسب لنوع بشرتك كويس جدا، وبعد كده بتاخدي منه نقطة صغيرة قوي قد دي وتحطيها على الجبهة وعلى الخد، وبتوزعيه على بشرتك من غير ما تيجي جنب منطقة حوالين العين أو حوالين الفم. وبتحطي بعده كريم مرطب طبي من غير عطور. ولو بشرتك بتتحسس هتعملي ايه؟ هتحطي المرطب قبله كمان، يعني مرطب أكريتين مرطب. الكلام ده بيتعمل بالليل بس، وبتسيبيه على وشك عادي وبتغسليه الصبح. واول ما بتبدأي تستخدميه هما مرتين في الاسبوع بس، وفي الاسبوع التاني بتزودي مرة كمان، بيبقى يوم ويوم لا. وانا مش بنصح بصراحة انك تستخدميه كل يوم، كفاية انك تستخدميه يوم ويوم، وده لمدة محددة ما تزيديش عن شهرين. وطبعا ممنوع لو انت حامل او بترضعي، وممنوع تماما لو مش هتستخدمي صن بلوك. بيعمل ايه بقى للبشرة؟ بيحفز انتاج الكولاجين، وكمان بيقلل من الخطوط الرفيعة جدا، وبيقلل من ظهور الحبوب والرؤوس السوداء والبيضة، وبيعالج كمان آثار الحبوب. كل ده هيحصل طبعا لو استخدمتيه بحذر. وما تنسيش ابدا الصن بلوك. الصن بلوك مهم جدا، اهميته زي الغسول والكريم المرطب. يعني لو ما استخدمتيش صن بلوك انسي الاكريتين، ما تستخدميش اكريتين اصلا. وبس كده، بتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا. ولو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه لحد دلوقتي اشتركوا، وكمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. ولو اي حد عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. وبس كده، باي باي.